السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى اموركم كامله تكون بخير وعلى خير، وكنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في افضل الاحوال. اليوم ان شاء الله هذا الفيديو مغاير على الوصفات وعلى الفلوجات. هذا الفيديو اليوم خصيصا للناس اللي عندهم فيزا سي ار 1 اي ار 1 او حتى كي 1، لانهم تقريبا نفس البروسيس كيختلفوا غير في واحد الحاجه اللي هي بسيطه، اللي هي نهار الانترفيو عوض ما كيكون عندك عقد زواج كتكون عندك شهادات الخطوبة أو شهادات العزوبة اللي كتخاد عند المقدم وكيكونوا جوج الشهود. فانا هنايا دوزت الطبيبه، وهذا الملف الزرق عندي فيه داكشي اللي خديت معايا الطبيبه. ديت معايا الديس كونفيرميشن، الباسبور، كوبي ديال الباسبور، ورقه مكتوب فيها لادريس ميل ديالي وديال الزوج ديالي، ولادريس ديال الدار ديالي وديال الزوج ديالي، ونيميرو التليفون ديالنا بزوج بينا. ديت معايا الكارني ديال الصغر ديال الجلبه، وديت معايا حتى واحد البطاقه حنا كانوا كيعطيوها لنا البرومو ديالنا، راه كانت عندهم بطاقه حتى هي خديتها، ربما تشوفها الطبيبه وتعفينا اولا تعفيكم من شي فاكسان. انايا دارتهم ليا ب4. صافي هادشي اللي مطلوب. وجوج تصاور، الناس اللي كيديروا نضاضر يتصوروا بلا نضاضر. كانت معايا واحد البنت صورات بنضاضر وعاودت صورتها لاسيستونت عند الطبيبه، وديو معاكم 4000 درهم. انا نهار مشيت قالت لي لاسيستونت الورقه ديال الانترفيو، قلت لها قلتي لي جيبي الديس كونفيرميشن، ما قلتيش لي جيبي الورقه الانترفيو. وبالنسبه لواحد اللقاح كان مطلوب 2 الجرعات، الحمد لله راه من مارس حيدوهم، انا ما كنت دايره حتى جرعه نهائيا. المهم راه باقي عندي يمكن واحد اللي بغى يشوف داكشي بالديتاي يقولها لي، نوريه واحد الفيديو قصير كنت حطيته في واحد الجروب فيه الوثائق اللي ديت معايا نهار الطبيبه بالديتاي. وان شاء الله ييسر لكم كاملين والله ييسر لينا جميعا ان شاء الله. صافي هنايا غنحيدوا هاد الدوسي وغادي نجبدوا الاوراق الاخرين اللي خاصين بنهار الانترفيو. هنايا غادي نكمل معكم. هنا هذا انا هو اللي جمعت فيه الوراق ديال الانترفيو. درت هذا الكلاسور على شكل كارطابل باش يجيني ساهل، يعني باش ما نديش ورقيه مرونين. استعملت هذا غيسهل عليا فيه بلاصه الكلاسمون، غادي يسهل عليا انا اي وثيقه بغيتها غادي نقدر نجبدها. كيف كتشوفوا ها هو كيفاش داير. هنا مسيباري كل حاجه بوحديتها. غادي نبداو باول حاجه. كيف كتشوفوا هنايا عندي اول حاجه هنا، ما عرفتش واش كيبان مزيان ولا لا. كيف كتشوفوا هنايا اول حاجه عندي، المهم في هذه البلاصه الاولى انا واخا دايره فيها ماي انفيسي، دايره فيها واحد شوميز، واحد دو شوميز هكا سيباري. الاول اللي هو هذا، اللي هو هذا المهم الاول اللي هو هذا شنو دايره فيه؟ دايره فيه هنايا الغونديفو ديال الانترفيو، وفيه الورقه ديال الطبيبه اللي كتعطينا، وعندي الباسبور. هادو سهلتهم عليا باش هما الاولين فاش نوصل غادي نعطيهم في الباب ديال الكونسولا باش يجيني داكشي سهل. ثاني بلاتي هذا غادي نحيدو، وريتو لكم غادي نحيدو نحطو ابا، هزيتهم بجوج بهم. المهم هذا هو ديالو. هذا الثاني هنايا هذا طاح منو تصاور، عازله فيه هنايا الورقه ديال دي اس كونفيرميشن والكونفيرميشن ديال ارامكس وفوتوكوبي ديال الباسبور. فوتوكوبي ديال الباسبور غادي نهزها وغادي نديرها في الشوميز الاخر ومعاه تصاور. هادو طاحوا نخليوهم هنا. المهم كيف قلت لكم هنا دايره ماي انفيسي. شنو فيها؟ الا جينا لهنا كاينين الوراق اللي حطيت ديجا في مرحله الانفيسي، اللي هما تيكونوا عقد زواج والترجمه ديالو، كيكون السجل العدلي والترجمه، حسن السيره والترجمه ديالها، وكيكون عندنا لا فيش انتربرونيتريك والترجمه ديالها. هادو جمعتهم هنا باش ملي يقول لي الموظف المغربي يعطيني الوراق ديال الانفيستي غنجبدهم ليه في خطره غيجيوني ساهلين. المهم
هنايا في هذا الشوميز الثاني اش درت فيه الوراق ديال الانفيسي ديال الزوج ديالي. اي ورقه حطيناها في الانفيسي سكانيناها في الانفيسي فكناخذوها معنا اصليه. كل واحد وشنو كيحط. مثلا تقدروا تحطوا عقد الازدياد، الا حطيتوا عقد الازدياد فخاصكم تجيبوا معكم فوتوكوبي ديال عقد الازدياد. حطيتوا الباسبور ديال الطرف الامريكي غادي ديروا كوبي ديال الباسبور. هنا كان الطرف الامريكي مطلق خاصكم الطلاق الاصلي ضروري. كان الطرف الامريكي ارمل قبل خاصكم تحطوا الورقه ديال دايت سيرتيفيكيت ديال الزوجه ديالو. مثلا كيقول لك اي يعني زواج سواء انتهى بطلاق او لا بوفاه فخاصها تكون الورقه ديالو عندك نهار الانترفيو تكون اوريجينال ما تكونش كوبي. المهم هنايا عندي الاي 864 هذه ديال الزوج ديالي. ها هي حطيتها هنايا معزوله بوحديتها باش كل حاجه تجيني سهله. بالنسبه لهذا الاي 864 خاصها تكون مسنيه باليد، ومن الاحسن تكون بستيلو كحل. الناس اللي غادي يسنيوها بستيلو زرق راها غدوز نهار الانترفيو، ولكن بما انه ما كيقول لك الفورم تعمر بستيلو كحل او لا تسنى بستيلو كحل، من الاحسن تسنيوها بستيلو كحل. سنات بستيلو زرق وقربت عندك الانترفيو ماشي مشكل. بالنسبه لاباج ديال لا سيناتور خاصها تكون عندك اصليه نهار الانترفيو. اما الفورم الاخرى ماشي مشكل، ممكن تامبريميوها غير الزوج ديالكم فاش يسكانيها لكم امبريميوها، ولكن لاباج ديال لا سيناتور خاص الزوج يصيفطها لكم مع الوراق ديال الانفيسي. المهم كنتمنى ما نكونش زربت عليكم. المهم في هذا الفولدر انا درت الانكم ديال الزوج ديالي. بحكم الزوج ديالي ما فايلاش التاكس ديال العام الاخر فانا درت الانكم. بالنسبه لهنا انا هاني جمعتهم بهاد هاد العيبات جمعتهم بهاد العيبات هكذا بحال ترومبون. تقدروا ديروا ترومبون، المهم غير ما ديروش غير الكرافوز باش يجيكم اسهل. ها هما جمعتهم هنايا. هاد القضيه ديال انه ما فايلاش التاكس ديال العام الاخر غادي نشرح لكم من بعد شنو درنا. المهم فين وصلنا؟ وصلنا للانكم. في هذا الفولدر الاخر هنايا عندي الاي 130 اي 130 امبريميتها وديتها معايا لانه مؤخرا ولاو كيطلبوها، واللي ما لقاوش عنده كيعطيو اجراء اداري. فانا دخلت الاكونت ديالنا ديال يو اي سي اس وتيليشارجيتها وامبريميتها. المهم جمعتهم هكذا بهذا الترومبون من هنايا. هنا عندي الاي 864 هنايا لانه كيف قلت لكم الزوج ديالي ما فايلاش التاكس ديال العام الاخر فدرنا كاحتياط الجوين سبونسر. حطيته نهار درنا هنايا كاحتياط الجوين سبونسر باش نهار الانترفيو الا طلبوا ليا جوين سبونسر يلقاو ديجا عندي، ما نبقاش نتسنى ويقول لي حطي في اغامكس وهكا وهكا. فانا درتو كاحتياط. شنو حطيت هنايا؟ حطيت هنا الاي 864 ديال جوين سبونسر. اللي عنده شي جوين سبونسر مثلا هاوس هولد ممبر فغادي يدير الاي 864 اي هي اللي غادي يعمر. في الفولدر اللي من وراه درت هنايا جوين سبونسر تاكس. شنو درت فيه هنايا؟ نوريكم. هنا درت تاكس ترانسكريبت ديال 2024 ودرت هنا W2 وهنايا درت البي ستاب ديال 3 موا الاخرين. هنايا درت تاكس ريتيرن ديال العام الاخر. دائما العام الاخر هنا درت تاكس ترانسكريبت ديال 2023 حيت فاش حطيت انايا في الانفيستي حطيت ديال 2023 فخاصني ندي معايا جديد ديال 2024. ماشي بالضروره تاخذوا ديال 3 سنين الاخرى، كانوا موجودين ديوه معكم، ما كانش يكفي انكم دو ديال العام الاخر، ولكن في الفورم راكم غادي تعمروا الانكم ديال 3 سنين الاخرى. هذا واضح. كان واجد عندكم دوه ما خسرتوا حتى حاجه زعما هازين. المهم هنايا كيف قلت لكم عندي هنا الكونفرسيشن.
انا قديتها على هذا الشكل. هاتي انا قديتها على هذا الشكل، درت لها هنا سبيرال. المهم هنا تديروا اي حاجه بغيتو. كتبت هنايا سام اونلاين سيليبريشن، كتبت conversation، درت conversation مهم ماسنجر مع جدة راجلي. درت هنايا الفويس كول اند فيديو كولز. درت هنا الاس ام اس with mother in law. درت هنايا regular call with my husband. درت regular call with grandma in law. صافي. ودرت واتساب conversation، جمعتهم في كتاب واحد عوض ما نسيباري كل حاجه بوحديتها. وهنايا خدمت بهذا البوستيت. مثلا درت conversation واتساب كاين عندنا هنا بالصفر، فكتبتها هنايا يعني اللي غادي يدوز ليا المقابله غيجي نيشان الصفر وغادي يلقى الكونفرساسيون. مثلا هنايا ديال الواتساب اللي امبريميتها، جمعت كل 6 في كولاج. من الاحسن ديروا 4 باش تجي شويه كبيره وتبان الكتابه واضحه. درت مثلا هنايا سكرين شوت فيديو كولز، فهنايا بالغوز الا بغى يشوف سكرينات راهم كاينين هنا، سكرينات انا وزوج ديالي، سكرينات عائلتي وزوج ديالي، خوتي خواتاتي كيهضروا مع الام ديالو مع الاب ديالو. المهم كاينين هنايا. وتميت غاديه اي حاجه كاينه فهنا فدرتها هنايا، ودرت لا كولور ديالها هنايا باش اي بارتي بغاها يكتب لكم هكا، اي بارتي بغاها غيمشي ليها هو ديريكت بلا ما يبقى موضر. المهم هذه بخصوص الكونفرسيشن. ودائما فاش تكونوا تهضروا ديروا سكرين وخليوهم عندكم ولا امبريميو باش ما يتجاوش لكم. عندي هنايا هذا درتو سيباري هكا على الاخرين. اش فيه هذا هنايا درت فيه بعض الجيفت اللي كنا تبادلنا مع بعضياتنا، ولا اللي صيفطات ليا عدوستي، ولا اللي انا صيفطت ليها، ولا الباه ولا جداتو، ولا اللي جابوه مثلا ليا والخواتاتي والخوتي. فحطيتهم هنايا امبريميتهم وخليتهم. هاد الكارد هنايا كانت صيفطاتها ليا عدوستي في البيرثدي ديالي، فتا هي درتها معاهم هنا. فتا هادو كايفيدنس. وهنايا عندي هنايا في هذا الفولدر الاخر درت بروف. المهم ايفيدنس ولا بروف اللي بغيتو تكتبوا ديروها. اشنو درت فيه هنا؟ درت هنايا الوراقي ديال لوطيل اللي كنا فيه، نورمالمون كتكون فيهم السميه ديالي وديالو. درت هنايا الوراق ديال الترين. درت هنايا واحد الورقه ديال الباجاج فاش كان ضاع لي الباجاج ديالو، الورقه ديالو بقات عندي هنايا، خبيتها حطيتها هنايا. درت لكم الوراق الترين. الا عندكم الريسيبت ديال الفلوس حتى هما ديروهم. تقدروا الا كان ديريكت كيصيفط لكم في الكونت ديالكم تامبريميو رولفي، اولا الا كان في ويستر غادي تمشيو عند السيده اللي في ويستر راه دومونديهم غتوجدهم لكم. المهم هنايا عندي الاشهادات عندي انا هنا غير زوج. بالنسبه للناس اللي ما غاديش يعرفوا شنو كاين في هذه الاشهادات، فكتكون لا فامي شي واحد من لا فامي ديالك ولا ديال الطرف الامريكي حاضر الزواج ديالكم، مثلا الا درتو شي عرس، ولا عارف العلاقه ديالكم كامله او لا. المهم انا هنايا درت زوج، واحد الاشهاد مع عند صاحبتي وواحد الاشهاد مع عند ولد اختي. كتبته بالانجليزيه ولا كتبوه ليا بالانجليزيه باش ما نضطرش نترجم ولا هكا. ولتحت ولد اختي دار لا كارت ديالو، وصاحبتي دارت واحد الصوره كنا خارجين فيها مجموعين لتحت. هنايا عندي كابروف الا شفتو هنايا هادو راه بقاو هنايا بروف. درت من ورا هادشي. هنايا عندي واحد دوسي ميديكال فاش كان جا الزوج ديالي كان مرض وكنا مشينا عند الطبيب، فبقاو عندي الوراق حطيتهم هنايا صافي. وهنا في الاخر بقاو عندها بعض الوراق اللي زعما زايدين نقدر نحتاجهم صافي. واحد الحاجه بالنسبه الا كنتو دايرين جوين سبونسر ما تنساوش غادي تحطوا يا اما الباسبور ديالو اولا البيرمي اولا شهاده الجنسيه.
اي وحده فيهم حطيتوها نهار نهار في الانفيسي، فنهار الانترفيو خاصها تكون عندكم كوبي، حيت ما يمكنش لكم تاخذوا معكم لوريجينال. ايوا هذا هو الدوسي ان شاء الله كامل، باش ما تدوخوش انا بارطاجيته معكم ونسهل عليكم شويه المأموريه. كيف قلت لكم ما تنساوش الوثائق الاصليه ديالكم ديال الانفيسي، خذوها معكم نهار الانترفيو. و الوراق اللي غتحطوه في الانفيسي واخا تفوت عليهم 6 شهور هما نفسهم اللي تاخذوا نهار الانترفيو، اي سواء ديال البوليس سواء عقد الازدياد. والترجمه راهم عارفين هذه العقد الزواج راه اصلا ما كتموتش تتبقى صالحه. الورقه ديال البوليس فرا صالحه العامين، الا دخلتوا لو سيت راه غتلقاوها كتبقى صالحه العامين. يعني فاش يدوز عليكم 6 شهور من مرحله الانفيسي مثلا حتى نهار الانترفيو بلا ما تعاودوا الوثائق ديالكم هادوك نيت سيروا دوزوا بهم. هادشي اللي كاين. المهم والله يسر لكم والله يسر لينا جميع ان شاء الله يا ربي. فهادشي شويه كيبغي الوقت، ولكن الانسان شويه غادي يصبر. حاجه واحده اخرى، جمعوا الايفيدنس، حيت بعض المرات كيطلبوا مور ايفيدنس، ودو معكم الوثائق الاصليه ديالكم تفاديا الاجراء الاداري او لا مثلا حتى الاجراء الامني، زعما ماشي بيدي الواحد. المهم الاجراء الاداري وثائقكم الاصليه تكون معكم باش تفاداو. وحاولوا تعرفوا كل شيء تقريبا على الازواج ديالكم، كل شيء لان نهار الانترفيو فماشي كنمشيو عند قنصل ولا شي واحد وكنخرجوا ولا نائب القنصل، فاحنا كنمشيو عند اطباء نفسانيين. يعني من الوقفه ديالك راه كيسكانيك وان شاء الله حيدوا الخلعه وحيدوا الدهشه. صافي دوزنا امتحانات بزاف، يعني انترفيو انسان غيدخل ويدخل مثبت وعقل، وان شاء الله كل شيء الامور دوز على خير. نتمنى بهذا الفيديو فت اي وحده ولا اي واحد عنده اجراء ديال فيزا لمشمل او لا اي ار 1 كيف قلت لكم سي ار 1 كي 1. ونصح اي واحد اي بنت خاصه ما ديرش الكي 1، دير فيزا سي ار 1 تمشي بعقدك ديال الزواج بوريقاتك امورك مقاده، لان كي 1 كيوقعوا فيها بزاف ديال المشاكل. واحد الحاجه مهمه كنت غنساها، هنايا عندي هاد الالبوم فيه تصاور ديالنا مجموعين، ديال الخرجات حنا والعائله، المدن اللي سافرنا ليهم، البلايص اللي مشينا ليهم. دائما تصوروا وخليو تصاور ديالكم، راه زعما هذه باينه. الناس اللي دايرين العرس راه غادي ياخذوا تصاور ديال العرس معاهم، وغادي ياخذوا تصاور ديال الخرجات ديال السفر مع لا فامي. حنا راه عارفين يعني فاش كتكون واحد العلاقه اللي زوينه بين الزوج وبين عائله الزوجه، فراه كيكون داك بلا ما انت كتبروغرامي فداك الشيء كيكون عادي. هنايا كيف شفتوا عندي انايا هاد الالبوم فيه تصاور ديالنا اللي ضروري خاصو تاخذوه معكم. المهم بالنسبه لشحال من تصويره فكل واحد على حساب الصور اللي عنده. المهم غير ما ديوش مثلا 7 تصاور 10 تصاور، بحال واحد البنت كانت مشات دات معها 2 تصاور ورجعوها وصدقات عاودت الانترفيو وطلبوا ليها مازال تصاور. فلهذا دو معكم تصاور، يعني شي حاجه تكون معقوله مثلا 50 60. فحال اي واحد قلبنا البورطابل ديالو غنلقاو عنده يعني موثق اللحظات الزوينه، غنلقاو عنده اكثر من 7 تصاور ولا 10 تصاور. حيت الا حطيتي 7 ولا 10 فيقول لك كيفاش يعني هاد تدخلوا الشك يقدر يقول هذه راها فيك ريليشن، زعما ماشي شي حاجه اللي زعما حقيقيه. فلهذا ديو الالبوم تاع التصاور معكم. انا هنايا مدركه حيت كاين هنا تصويرتي، وكاين هذا قلبت على البوم شويه صغير باش ما يكرفسنيش، ولكن ما لقيتش شي واحد اللي كاليتي مزيانه نصحني نصور بهذا فهو اللي خديته. هذا مكان هادشي اللي نسيت كنت ما قلتوش لكم، يعني هاد الزوج فهما ضروريين نهار المقابله، ما تفرطوش فيهم، ضروري خاصهم يكونوا عندكم. هادشي هو الاهم. وإلا كان الزوج ديالكم واحد الحاجه، الا كان الزوج ديالكم مفايلي التاكسات يعني ديالو كاملين، فغادي ياخذ حتى هو بحال دوك الوثائق اللي قلت ديال جوين سبونسر نفسهم، غادي ياخذ تاكس ريتيرن تاكس ترانسكريبت ديال العام الخير دبليو 2 بايستاب، كلشي هادشي غادي ياخذوا معاه.
ولا كان شي سؤال خليوه ليا في التعاليق وان شاء الله نجاوب كل شيء. غادي نقول لكم كنتمنى هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم ونكون في التنبيه اي واحد واي وحده، والله يسر للجميع. نتلاقاكم ان شاء الله في فيديو اخر. دمتم في امان الله.